السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده عن انواع غسولات البشره اللي جربتها من شركه ايفون. هنتكلم على انواع من ايفون كير ومن كلير سكين ومن ايفون ناتشورال كمان. هقول لكم كل نوع يناسب اي نوع بشره، وكمان تقدري تستخدميه في الصيف ولا الشتاء عشان تاخدي منه افضل نتيجه. فلو حابه تعرفي كل التفاصيل عن غسولات ايفون تابعي الفيديو، ان شاء الله يفيدك جدا. ويلا بينا نقول مع بعض بسم الله ونبدأ. اول نوع هكلمكم عنه هو غسول ايفون كير بالخيار والصبار. وللحقيقه الغسول دوت بقاله فتره مش بينزل في الشركه، مش عارفه ليه بصراحه، لان هو كان غسول كويس جدا، وكان كمان بيحقق مبيعات عاليه قوي بالنسبه لنا احنا كليدر يعني. الغسول كويس قوي يا بنات، مناسب لجميع انواع البشره، ولكن انا منصحش بيه البشره الجافه. ممكن تحس فيه ان هو بيشد البشره معاها شويه. الغسول بيعمل رغوة بسيطة جدا. انا بستخدمه يا بنات لما بصحى من النوم الصبح، ما بيكونش برضو بشرتي عليها حاجات كتير يعني، او ميك اب، او مثلا كنت راجعة من مشوار فمحتاجة غسول قوي كده ينضف لي البشرة من العرق من التراب ومن الحاجات دي. لا، دايما بستخدمه الصبح كده اول ما بصحى من النوم. بتكون كده كده نايمة بشرة نظيفة وحاطة الروتين بتاعك الليلي، فمحتاجة بس ان انت ايه يعني تغسلي بقى من الحاجات اللي انت كنت حطاها بالليل قبل ما تنامي. فهو اكتر وقت مناسب لي الوقت ده يعني. تاني نوع هكلمكم عنه يا بنات وهو برضو من ايفور كير، وهو ريفريشنج جل. والنوع ده حقيقي من ساعة ما جربته انا حبيته جدا، وخلصت منه عبوتين، واللي معايا دي دلوقتي كمان التالتة. النوع ده بقى يناسب كل انواع البشرة. ليه؟ لان هو عبارة عن جل يا بنات، ما بيعملش اي رغوة، جل كده منظف للبشرة. حلو قوي، بيزيل كمان الميك اب كويس جدا، مناسب لكل انواع البشرة. ولو انت بشرة دهنية هتحبيه قوي قوي في الشتاء، لانه مش بينشف البشره خالص. هو 3 في 1، مزيل للميك اب وريفريشنج للبشره وكمان كلينزر. يعني بتحققي معادله كده حلوه قوي في الجل ده او في الغسول ده. فانا شايفاه ان هو يناسب كل اوقات السنه، ويناسب كمان كل انواع البشره. ولو انت بشره دهنيه هتحبيه خصوصا خصوصا في الشتاء، لانك بتكوني بتنضفي بشرتك وبتحوشي كمان الميك اب اليومي بتاعك، وفي نفس الوقت ما بتنشفيش بشرتك، وبتديها كمان نسبه ترطيب. النوع التالت بقى اللي هكلمكم عنه هو من لاين كلير سكين. اول نوع معانا اللي هو بالالوفيرا وبالكاموميل يا بنات. عملت ريفيو مفصل عن المجموعه دي كامله، بالماسك المقشر وبالماسك كمان اللي هو البيل اوف. روحوا اتفرجوا على الفيديو هيفيدك قوي. اللي عايزه اقول لكم يا بنات ان الغسول ده حلو قوي قوي قوي، وبرده من الحاجات تعتبر من مفضلاتي في شركة ايفون. يعني الغسول فيه حبيبات بسيطة جدا، فمنها بتعملي كمان سكراب خفيف كده لبشرتك، مناسب جدا جدا للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، ومناسب كمان للاستخدام اليومي، لانه مش حامي خالص على البشرة. الكاموميل اللي فيه بيخلي فيه نسبة تلطيف كده للبشرة. لو انت من الناس اللي بتحبي بيور سكين من اوريفليم هتحبي قوي الغسول ده، ومن الحاجات اللي ان شاء الله هكررها تاني. النوع التاني يا بنات من كلير سكين برضو، اللي هو بالطمي والبندق. بصوا بقى، النوع دوت عايز بشرة دهنية وسوبر دهنية كمان. ده برضو غسول ومقشر 2 في 1، مش غسول بس. بس هو يا بنات عايز بشرة دهنية وسوبر دهنية. الغسول دوت انا بفضله جدا في فترة الصيف، لانه فعلا فعلا بيتحكم في الدهون، وبيزيل اي زيوت على البشرة. منصحش بيه ابدا اي حد بشرته جافة او حتى عادية. وحتى كمان لو انت بشرة دهنية مش هتحبيه قوي في الشتاء، لانه بصراحة لو بيشد البشرة شوية، لان هو فعلا بيتحكم في الزيوت قوي، فهيشد بشرتك شوية، فهتحس ان انت مش مرتاحة معاه قوي في الشتاء. فانا بالنسبة لي بحب الغسول ده جدا، لانه بينظف تنظيف عميق وفعلا بيتحكم في الدهون، ولكن انا بفضله في فصل الصيف. اخر نوع هنتكلم عنه يا بنات وهو ناتشورال افكت، الغسول الفوم ده بشجرة الارز والسيسة.
غسول مناسب للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، هو غسول فوم. انا لسه جايباه قريب، لسه استخدمته مرتين تلاتة كده ومبدئيا عجبني. كون بقى ان هو يعمل اي اثر تاني على البشرة فده طبعا مش هقدر احكم عليه دلوقتي، هحكمه بعد استخدام فترة كده طويلة. بس رأيي المبدئي عنه ان هو كويس جدا وبينظف البشرة حلو قوي، ومناسب كمان للبشرة الدهنية. بس طبعا البشرة المختلطة اللي فيها مناطق جافة في البشرة ممكن ما تحبوش قوي فترة الشتاء. يبقى كده يا بنات زي ما قلنا، لو انتي بشرة سوبر دهنية انا ارشح لك الكلير سكين بالطمي والبندق، ولو انتي بشرة دهنية عادية او مختلطة انا ارشح لك الناتشورال افكت، وكمان الكلير سكين اللي هو بالالوفيرا والكاموميل، هترتاحي معاهم جدا وهيناسبوا معاكي كل فصول السنة. ولو انتي بشرة عادية ارشح لك جدا الايفون كير اللي هو ريفريشنج جل، هترتاحي معاه جدا وهتحبيه قوي. بس كده يا بنات، ده كانت كل تجربتي مع غسولات هجمع بقى ايفون فيديو لغسولات انيو في فيديو كده لوحده بمنتجاته، وهكلمكم برضو عنه بالتفصيل ان شاء الله. وهنعمل كمان فيديو كده عن كل ماسكات ايفون اللي جربتها، فتابعي بقى القناة لان ان شاء الله ناوية انزل لكم ريفيوهات كتيرة عن منتجات كتير قوي جربتها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة يا بنات، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله. ولو الفيديو عجبك اضغطي لايك، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة.